انا بس وصلت بس خلص يا اخي. هالجملة بس قلتها هالجملة قلتها بأول مملكة والثانية والثالثة. إذا جبت واحد مثل مأمون غشيم كان تعلم. طيب. لا وين عم تعلم؟ خلاص. وأنا معلم لعبة الشدة خاتمة. ضحكني تفضل. ما بده يضحكني بس الضحكة على مين؟ الضحكة دائما على نور. لعبة الشدة على نور. اجاني ورق هلا بسمي الطوش باكل 10. اجاني تريكس بسمي شو اعمل برب الورق؟ ما عاد بدي العب. يعطيكم العافية أعزائي الطلاب، إن شاء الله تكون أموركم بخير. واليوم رح ناخد الدرس المنتظر عند الغالبية، ويلي هو شيء كتير مهم إنك تتعرف على شكل الورقة وكيف بده ينطرح السؤال وقديش على كل سؤال علامات وكيف بده يجي. فهلأ نحن اليوم رح نحل هذا الموضوع، وكتير درس مهم، وركز معي بالشيء اللي بدي أحكيه مشان تكون أمورك بخير. أول شيء عنا وشين نحن للفورم، شكل الورقة عنا وشين. أول وش العلامات بتكون فيه كبيرة. ليش؟ لأنه موضوع بيكون أول شيء بنبدأ فيه موضوع هو النصوص. النص بيجينا أول شيء بالورقة النص. طبعا قبل ما أبدأ أعود وأكرر بكل فيديو رح أضل عم عيدها، دروسي تستهدف الطبقة اللي بنوب باللغة، الطبقة يلي ما بتفهم على الأستاذ، لأنه الأستاذ بيعطي، بتعرفوا أنتوا تيبوا أسلوب الأستاذ هو بيكون أكاديمي بحت، ما بيراعي كل الطبقات. فأنا عم بنزل لمستوى الطالب اللي يعطيك العافية. تمام؟ راس مربع. خلينا هلأ نبدأ هون. أول شيء عنا يا دائما أول شيء بتبدأ الورقة فيه هي نص، والنص عليه 120 علامة. إذا بتحل نص نجحت. تمام؟ هلا النص اجانا هون، بيجيك تحت منه 4 أسئلة. هي ال4 أسئلة بتكون صح وغلط، فغي وفو، صح أو غلط. تمام؟ شو بدي أعمل؟ يلي بدي أعمله إنه بدي أكتب على ورقة الامتحان إما فغي وإما فو. تمام؟ هلا ممكن يقبلوا لكم إياها صح أو غلط، بس يعني خلينا نحن على الشيت توب تكتب اما فغي اما فو. طب يا استاذ مالي حافظون هالكلمتين انا، هن بنص السؤال بيجوك، انت بس انقلهم. اللي اول حرف الفي صح والاف غلط. تمام؟ تحت منا دغري في عنا 4 اسئله، اختر اجابه صحيحه مرفقه بخيارات وب وس ود. بدك تدير بالك، اختر إجابة خطأ كارثي، 20 علامة على كل واحد. هون عنا 40، 10 10 10 10، هون 20 20 20 20. يعني أنت غلطت بسؤال اختار إجابة يعتبر كارثة. تمام يا جماعة؟ بحاول ركز قدر الإمكان. يعني أنت هون ما في والله إذا لقيت كلمة بدي لاحقها بالنص، حاول أنت وقت تشوف السؤال تفهمه، ورح يجي مرادفات، ورح يجي بالصح وغلط نوع النص او منين ماخوذ. لقدام رح اعطيكم اياها تبع هي منين ماخوذ. تمام؟ فانت اللي عليك بس انك تركز بالوش الاول. الوش الاول علاماته مرتبين وحلوين وشي على الاول. هلا خلصنا من موضوع النص وحليته وارتاح ضميري فيه. قبل ما نحل النص نحاول نترجم قدر الامكان كلمات من النص فوق لنفهم الفكره. ودير بالك اذا كان له عنوان تتغافل عنه. اذا العنوان طويل بده يجي شيء من العنوان، يجي سؤال عن العنوان، يعني هيك نكشه موجوده بالعنوان. خلصنا موضوع النصوص، اجينا على القواعد. القواعد عندنا 10 اسئله، على كل سؤال 8 علامات. طب يا أستاذ يعني هن قواعد التاسع مو 10 قواعد، في عنا سؤالين، سؤال سابع وسؤال ثامن. تمام؟ طب أنا شلون بدي أتعامل مع أسئلة القواعد؟ أول شيء بدك تحفظه دلائل الأزمنة. بده يجيك سؤال أول شيء بتبدأ الوزارة بسؤال كتير حلو وسهل، يلي هو احتمال يكون عن الأدوات. تمام؟ أو احتمال يكون عن درس الحاضر زمن، بيعطيك نهاياته تبع الأو اس او ان اس او زد او انت. ثاني شيء بيجيك عن سؤال فيتير سامبل مثلا، زمن فيتير سامبل. نجي لهون. ثالث شيء بيجيك عن باسي ريسون. تمام؟ تبع إيليا باسي ريسون، مجرد ما شفت إيليا بتاخده. ولا تنسى هذا الدرس بنقول له ابو دو الخيار اللي بيكون فيه دو. تمام؟ السؤال الرابع احتمال يجيك فوتور بروش.
تمام. الخامس بيجيك ان بارفي، كل الازمنه ان بارفي تبع الاي اس، اي تي. والبرو بروش، فطير بروش شو بميزه عن الفطير سامبل؟ مين بيقول لي؟ الفطير بروش عباره عن كلمتين والفطير سامبل كلمه واحده. تمام. يعني هاد هو والباسي الغسان، باسي غيسون، انا بسميه باسي الغسان بدلعه. تمام. هدول هن مكونين من كلمتين. تمام. شو احتمال يجيب السادس؟ تبع ضمائر تبع درس السي او دي والسي او اي، كومبليمنت اوبجكت ديريكت وان ديريكت. تمام. شو بيجي كمان بالسابع؟ في عندكم لا تنسوا المطابقه. تمام. نحاول ان نمرقه ان شاء الله. بيبقى عندنا شو كمان بيجي شو كمان بيجي بالثامن؟ عندكم نسينا كمان سؤال تبع الافعال الضمائريه، افعال الضمائريه تبع المو والتو والسو. بيبقى سؤالين، بيبقى شو؟ سؤالين. هلا هدول السؤالين عن شو عم يحكوا وشو هنن؟ احتمال يجيك سؤال الادوات مثل ما قلت تحت، اذا ما اجاك احتمال يجيك استفهام كلي او جزئي، واخر شيء النفي. بده يجي منهم 100%، 100% مثل ما انا عم بعطيك. فشايف هيك القواعد امورك بتكون بخير فيهم اذا انت اشتغلت مثل ما انا عم فهمك. هدول قواعد مو اساسيات بالاضافه للادوات، والباقي اساسي جاي منه سؤال. تعال حاسبني اذا ما اجى منه سؤال. تمام. هلا بنجي لسؤال قاهر البنات والشباب، قاهر الشعب والطلاب. هو سؤال ترتيب الحوار، هذا يعني قاهر الدمعه. ترتيب الحوار شلون بدي اعرفه انه هذا ترتيب الحوار؟ اولا بيكون مثل جدول بقلبه في 5 جمل. تمام. ترتيب الحوار انت بدك ترتب، هو عباره عن حمار عم يسال وجحش عم يجاوب. تمام. يعني انت سالت، الثاني بده يجاوب. تمام. فانا وقت بدي رتب حوار بدي راعي موضوع اشارات الاستفهام والنقطه. اشارات الاستفهام والنقطه نقطه. تمام. هي اذا اجى اشارات استفهام، اذا اجاك ترجمه كلهم نقاط بدك تكون دارس. تمام. بس كيف بدك تفرق؟ ما بيكون اخره اشارات استفهام. ولا تنسى اذا اجاك كله نقاط لا بدك تبدا اول جمله بحرف كبير، راعي حرف كبير. والجمله اللي اخرها 3 نقاط ما بتكون اخر جمله، هي يعني بدك تكمل بعد منها. هدول ملاحظات كثير مهمين. فترتيب الحوار راعي وضعه، حاول الجملة الأخيرة جملة توديعية، الجملة البداية جملة ترحيبية، عم يرحبوا ببعض، أكيد ما دغري حيقتلوا ببعض، لا بيرحب فيه بعدين بينزل فيه. تمام. هون بحطط لكم تحت منه أرقام. مثلا الجملة الأولى رقمها ب بتحط هون رقم ب، الجملة الثانية رقمها س بتحط هون رقم س، الثالثة بتحطها وبتكمل. تمام. مو تتفالح وتترك لي وحدة فاضية، اوعى. طب استاذ كيف تجي علامات وتوزيع العلامات عليه؟ شوف، حليت 3 ورا بعض انت اخذت 25 علامة. تمام. يعني انت لازم تحل 3 جمل ورا بعض. طب ماشي استاذ، ما حليتهم ال3 جمل ورا بعض، قد ايه باخذ؟ 0. بدهم يكونوا 3 جمل ورا بعض. طب فيني اخطئ بجمله؟ لا، اذا غلطت بوحده غلط الثانيه، فدير بالك من الغلط. ترتيب الحوار الغلط فيه كارثي. خذ قد ما بتقدر منه علامات، وهذا ال40 لازم يكونوا بين ايديك. تابعوا الطريقه اللي كنت انا عاطيها بالشتاء وبالمكثفه. هلا جينا للموضوع. الموضوع، وما أدراك ما الموضوع. شو هو الموضوع وكيف تجيبه؟ الموضوع بده يجيك خارجي. ايه خارجي، لا تستغرب. بس شو يعني خارجي؟ هلا جاي من عندي هو، بس رح يغير لك تيبو فورمو. مثلا عم يقول لك اكتب رساله لرفيقك بتنصحه فيها انه يبعد عن الوجبات السريعه. ما بيقول لك اكتب رساله لرفيقك، بيقول لك اكتب مقاله تنصح فيها العالم انها تبعد عن الوجبات السريعه. هي بس اكتب اعلان عن جمعيه، ما بيقول لك اكتب اعلان عن جمعيه. اكتب رساله الى صديقك تدعوه فيها للمشاركه بانشطه هي الجمعيه. تمام. انت نفس الموضوع مثل ما هو، بس حط عناصر الرساله. عناصر الرساله معلمكم عليها. تمام. اوعك تغلط بالموضوع، مسمح لك 3 اخطاء، 3 حروف بعد منا اضرب. خط يا استاذ انا بالفرنسي بضحك، مسموح اكتب بالانجليزي. هلا انت بتضحك ما اختلفنا، بس بيسمح لك تكتب بالانجليزي. طب انا بكتب بالفرنسي وبالانجليزي، الخط الاحلى. خطك احلى بالانجليزي اكتب بالانجليزي، خطك احلى بالفرنسي اكتب بالفرنسي. اللي عم يصلح لك الورقه شاف خربشه دجاج اضرب راح. انا عن نفسي شوف هيك موضوع ما بصلحه، شو اذا مو مفهوم منه ولا كلمه، والحق المعنى. وبالموضوع دير بالك من المطابقه.
مطابقة الصفات، مو تحط لي أداة مفردة واسم جمع، أنت هون في وشة، تمام؟ قد ما بتقدر راجعه، ولما بدك تحفظه بالبيت احفظه بالعربي وبالفرنسي، مشان إذا راحت كلمة تحط كلمة من عندك. هذا هو تيب الورقة. الموضوع مهم جدا جدا، الموضوع 60 علامة بين إيديك. بتحل الورقة بكل هدوء. أول شيء بتعمله بتكتب الموضوع وقت تاخذ الورقة، بعدين بتنتقل للنص، بعدين بتبلش بترتيب الحوار، وآخر شيء تروك القواعد، لأنه القواعد ما حتنساها، تمام؟ أما هي وعم تجي لعندك الورقة بدك تستلمها بدك تنسى اسم أبوك يمكن، فمشان هيك اكتب الموضوع أول شيء. شدوا الهمة. شفتكم بخير. كان معكم الأستاذ طارق من منصة انتي ليرن التعليمية. بتمنى أنكم تدعمونا بلايك واشتراك، وأحلى شباب وأحلى بنات كمان.